السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد ان شاء الله. اليوم كما كتشوفوا غنقدم لكم بسيطلات صغار بالحوت، كيجيو بنان كيجيو زوينين ان شاء الله للشهر رمضان الكريم. الله يدخلوا لنا بالصحه والعافيه ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله ترقبوا معايا الطريقه ديال التحضير والمقادير ديال البسيطلات. صراحه كيجيو غزالين غزالين غزالين، وكنتمنى يعجبكم الفيديو وبقوا معايا الى الاخير. بسم الله توكلنا على الله. كما كتشوفوا خديت مقيله، درت فيها شويه ديال الزيت ودرت فيها واحد بصله، حطيتها فوق البوطه على نار مهيله، خديتها كتشحر. يعني ضروري كتهبط لينا البصله شويه باش ما كتبقاش قاصحه، يعني ما كتكونش باينه في الحشوه ديال البسيطله ديالنا، البسطيله ديالنا او بسيطله صغار. كنحركها بشويه بشويه باش ما تحرقش لينا بهذه الطريقه هذه. كما كتشوفوا كندير شويه ديال صوص الصوجا، يعني معلقه تقريبا او 2 معالق. كتجي كدير واحد اللوغو زوين، واحد البنه غزاله ما شاء الله في البسيطات ديال الحوت، خصوصا ديال الحوت بزاف كتجي هاد لاصوص الصوجا. انا ما كتخطانيش في الدار الصراحه، ديما عندي لاصوص الصوجا. كما كتشوفوا كنحرك بحال هكا، كنحرك البصيله عفوا ديالنا بهذه الطريقه. وكندير الحوت، اي نوع ديال الحوت عندكم في الدار ديروه، الحوت الابيض او الحوت الاسود، المهم اي حوت متوفر عندكم. يعني ماشي بالضروره غديروا الحوت اللي درت انايا، يعني اي حوت عندكم في الدار. اغلبيه ديال الاوقات ما كيكونش عندي الحوت يعني الابيض، كندير كابيلات، هي كتجي سوينه. كنسلقها واحد نسلقها وكنقيها، كنحيد منها هذاك داك الحوت الاسود اللي كيكون فوق الظهر ديالها، كنحيدو ليها وكنقيها مزيان وكنحطها في سميتو. بالنسبه للتوابل كندير شويه ديال معلقه صغيره ديال السكينجبير ومعلقه صغيره ديال الكركم، يعني الخرقوم بلدي. وكندير كذلك نص معلقه ديال الابزار. اللي بغى يدير الهريسه حتى هي كذلك، راه حتى هي انا درتها في الاخر تاع الفيديو. شويه ديال الكمون، يعني معلقه صغيره ديال الكمون. المهم اختياري التوابل. كندير هنايا العطريه ديال الحوت اختياريه. هنا عندي شويه ديال البابريكا يعني التحميره، وكنخلط هاد التوابل مع هاد الحوت والبصيله مزيان مزيان. وصراحه كتجي غزاله 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 بزاف. المهم جربوها والله الا راه غتجيكم خطيره، خصوصا في رمضان ان شاء الله كتجي. يعني كنبغوا بزاف المملحات، اغلبيه الناس كيبغوا المملحات بزاف. عندي هنايا هاد لاصوص هادي اختياريه البنات. انا شديت الكروفيت، ياك خديت الكروفيت وسلقته، وهاد الماء هذا اللي سلقت به الكروفيت درت منه واحد نص كاس. يعني الكروفيت فاش كتشديه كتغسليه وكتنقيه مزيان داكشي كتسلقيه في الماء، كيطلق داك اللون ديالو، كيطلق داك المرق ديالو. كنشد انا نص كاس كنخويه هنايا على هاد الخليط، عفوا على هاد الحوت والبصله والتوابل اللي درت. هنايا كناخذ سيبيه او رجلين ديال السيبيه بحال اختياريا. يعني كل حاجه كندير منها شويه شويه شويه، يعني كل نوع ديال الحوت عندكم في الدار متوفر عندكم كديروا منه شويه، يعني كيبقى اختياريا، ماشي بالضروره انا هاد الحوت اللي درت هو اللي غادي ديرو. ما علينا. المهم كنخلط مزيان حتى كيطيب لينا هذاك الحوت. اما السيبيه راه كنكون ديجا انا سلقتها وكقطعتها وكنحطها مع الخليط ديالنا. هنا شعريه صينيه، خديت داك المرق اللي كان عندي ديال الكروفيت، خديته وصفيت الكروفيت على المرق وشديت هذاك المرق ودرت فيه شعريه صينيه، يعني شعريه صينيه بالنكهه ديال الماء ديال الكروفيت، يعني المرق ديال الكروفيت كتجي بنينه. عوض كديروا الماء عادي مغلي، انا درت الماء ديال المرق ديال كان متوفر عندي. صافي كنخلط هنايا المرق ديال الكروفيت مع السيبيا مع الحوت الابيض مع المهم المكونات كاملين كنخلطهم مزيان.
بهذه الطريقه هذه. مهم كما شفتوا راه الفيديو واضح جدا. بعد ذلك كناخذ مطيشه ديال البواطه، يعني مطيشه كونسونطري طماطم المعلبه، وكندير شويه ديال المرق، تقريبا نجهد 4 كاس باش هذيك لاصوص طوماط تذوب لينا، يعني تحل مع داك الخليط كامل. صراحه كتجي في الاخير هاد لاصوص طوماط رائعه، كتبنن صراحه هاد الحشوه ديال البريوات ديالنا او البسيطلات ديالنا. صافي كنبقى كنحرك بحال هكا حتى كتندمج مع الحشوه بهذه الطريقه. صراحه الحشوه عرفتي واحد الريحه ما نعاودش لكم فاش كنت كنطيبها، غزاله غزاله غزاله. المهم كنتمنى الفيديو يعجبكم وجربوها، وخلوا لي كومونتيرات، خلوا لي تعاليق شنو باغيين الوجبات اللي بغيتو، مثلا وجبات سريعه. انا ما كنحطش بزاف فيديوهات لحكم العمل وداكشي راكم عارفين. وكنتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم كاملين، وقناتي هي قناتكم، ومرحبا بالجميع. اللي ما مابونيش يتابونا معايا، واللي مابوني مرحبا به. هنايا كناخذ زلافه وكناخذ واحد ورقه ديال البسطيله. انا هذه خديتها جاهزه، ولكن راني كنصوبها في الدار. الا كان عندي الوقت وسميتو كنصوبها في الدار، ولكن هذه باش نكونوا واضحين هذه جاهزه، هذه خديتها من المحل ديال الورقه تاع البسطيله. هنا كما كتشوفوا كنقاد البريوه ديالنا، عفوا البسيطلات ديالنا صغار، كنقادهم وكنقاد لهم الجوانب باش ما كيجوش يعني جهه مقاده وجهه لا. كندير فيها الحشوه بهذه الطريقه هذه، او ممكن كديروا واحد شويه ديال عاوتاني كتقطعوا من هذيك البريوه، كتقطعوا منها وكديروا البريوه هذا عفوا البسطيله، كنقطعوا من البسطيله وكنفرشوها فوق هذيك الزلافه، وكنديروا فيها واحد المورسو صغير ثاني عاوتاني تاع البسطيله باش داك الفوق ما يتقطعش لينا. الا كانت الحشوه سخونه باش ما يتقطعش لينا، وكنديروا الحشوه من الفوق وكنثبتوها بهذه المعلقه هكا باش كتجي متوازيه ومقاده. ومن بعد ديك الساعات راه كنبقاو نجمعوا الجوانب، كنجمعوهم يعني بشويه بشويه باش ما يتقطعش لينا، حيت الحشوه باقا شويه سخونه كما كتشوفوا في الفيديو باقا سخونه شويه. كنجمعوا الجوانب بهذه الطريقه يعني بشويه بشويه، وكندير شويه تاع الزبده باش كتلصق لينا هاد البسطيله، يعني الورقه تاع البسطيله باش ما يتحلوش. كنجمع بهذه الطريقه هذه. ولا كانوا عندي الزوائد في الجناب راه ما كنديرهمش، يعني كنقطعهم كنحيدهم باش تكون البسطيله يعني مقاده، ما تكونش جهه غليظه وجهه رقيقه. بهذه الطريقه هذه انا غنخلي لكم في الفيديو كيفاش كنصاوب البسطيله. المهم اي سؤال اخواتي الكريمات دخلوا لي في لي كومونتير، اعطوني الاراء ديالكم، اعطوني الافكار ديالكم شنو باغيين توجدوا. اي حاجه خطرت لكم على بالكم باغيين الطريقه ديالها، انا عند حسن الظن ديالكم. كما تشوفوا هنا راه كنحيد الزوائد البلايص اللي زايده، وكندير ما تنساوش ديروا الزبده ضروريه الاخوات، لان هي اللي كتشد لينا كتثبت لينا هذيك البسطيله ديالنا. وكنبقى نضغط عليها بهذه الطريقه. هنايا كما كتشوفوا هنا غادي نعاود نديرها كما قلت لكم. ممكن ديروا هذه الطريقه، ممكن ديروا غير طرف ديال الورقه تاع البسطيله، وكتعاودوا فيها تاني كديروها في الوسط، عاد كديروا تاني الحشوه ديالكم. المهم انا نخلي لكم الفيديو يعني الطريقه ديال التحضير وان شاء الله نتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم.
وكما كتشوفوا البنات هنا بعد ما كملنا البسيطلات ديالنا تقريبا خرجوا ليا شي 10 البسيطلات. هنا درت 5 و5 راه ديجا دخلتهم للفران كيطيبوا. هنايا كما كتشوفوا بعد ما قديناهم وصايبناهم كما كتشوفوا كيجيو على هذا الشكل هذا. انا غادي ناخذ دابا واحد الاناء غادي ندير فيه شويه ديال الزبده او الزيت، وكندير شويه ديال البابريكا وشويه ديال المطيشه ديال البواطه، يعني مطيشه ديال الحب ديال كونسونطري يعني معلبه، او المهم اي حاجه نتوما بغيتو ديروها. انا هذه هي الطريقه باش كندير، كتجي صراحه حتى الورقه كتجي مشربه يعني مشربه وزوينه وبنينه. على هاد الطريقه هذه كنبقى ندهن البسيطلات ديالنا كاملين على هاد الطريقه هذه كما كتشوفوا. يعني انا خليت لكم الفيديو صراحه ما درتش ما مونطيش الفيديو، خليته هكا يعني غير كنصور وكنزدي الفيديوهات وكنخليهم كما هكاك، ما كنمونطيش صراحه، ما كنقطع ما درت شي حاجه، غير باش تكونوا عارفين ما كنقطع ما والو. راه لا شفتوا الفيديو راه واخا طويل ولكن راه تقريبا خدا معايا ديك 25 دقيقه حتى 30 دقيقه، غير انايا بعض الحاجات ما صورتهمش يعني كيكونوا ساهلين صراحه، بحال مثلا فاش كنخلي الحشوه تطيب حتى كتسالي وداكشي. المهم راه كما كتشوفوا الفيديو يعني عادي جدا. كنتمنى صراحه يعجبكم المحتوى ديالي والله العظيم، لان كندير كل ما في جهدي باش كنرضي المشاهدين ديالي ان شاء الله، وكنتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم وتدعموني. المهم هنايا في هذه الاثناء هذه غادي ناخذ البسطيله ديالي، غادي نثقبها بهذا الكوردون هذا باش كيخرج داك الهواء للداخل باش ما كتقشرش لينا وما كتخسرش لينا الورقه البسطيله. كنثقبها بهذه الطريقه هذه وكندخلها الفرن على درجه عفوا الحراره 180 درجه. كنشعل ليها من الاسفل من بعد كنشعل ليها من الفوق باش كتحمر ما تخلوهاش تتحرق. كما كتشوفوا خواتي هذا هو الشكل النهائي ديال البسيطلات ديالنا، كيجيو غزالين محمرين بنان مقرمشين، لذالات وقوام والله العظيم الا كيجيو غزالين 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 بزاف. المهم بالنسبه للطريقه ديال الديكوراسيون كتبقى اختياريه على كل واحد كيفاش كيديكوري الطبق ديالو. انا هنايا درت شويه الفرماج محكوك فوق من البسيطلات ديالنا، ودرت شويه كل حبه درت فيها كروفيت، يعني كل واحد كياخذ البسيطلات ديالو بالكروفيت ديالو. هذا هو الشكل النهائي ديال الكروفيت ديالنا عفوا البسطيله ديالنا. كنتمنى الدعم ديالكم وبارطاجيو معايا الفيديو الاهل والاخوات والاصحاب ديالكم والعائله ككل. ما تنساوش وما تبخلوش عليا باللايك والاشتراك وكومونتير زوين باش نستمر في القناه ديالي. وشكرا والسلام عليكم.